المهرجان اللوجو بتاعه من أول يوم سينما من أجل الإنسانية، لأنه واضح إن العالم محتاج جرعة زيادة من الإنسانية. 6 سنين تحت شعار سينما من أجل الإنسانية. مهرجان الجونة السينمائي من أول دورة في 2017 وهو متبني الشعار ده، والسنة دي في الدورة السادسة كانت أكتر دورة مسيطر عليها الشعار. وبعد تأجيل سنة ومرتين اتقدمت دورة مختلفة واستثنائية من أقوى الدورات، سواء بسبب الظروف اللي أقيمت فيها الدورة أو الأفلام والعروض، وكمان التوجهات الجديدة اللي أخدتها إدارة المهرجان. عشان كده بعد ختام المهرجان تعالوا مع بعض نتكلم عن أبرز الحاجات اللي حصلت في الدورة السادسة من مهرجان الجونة، ونعرف هي ليه كانت دورة استثنائية مليانة فن. رحلة السنة دي طويلة قوي، وكانت المفروض تخلص في أكتوبر، وحصل تأجيلين، وكنا بنشتغل في ظروف حقيقي استثنائية. فسعيد جدا جدا ان احنا قدرنا في الظروف الصعبة دي نعمل الدورة اللي استمرت لمدة أسبوع من يوم 14 ل 21 ديسمبر، وشارك فيها 90 فيلم من 40 دولة، من مسابقات أفلام الروائية الطويلة والوثائقية والأفلام القصيرة، وكمان القسم الرسمي خارج المسابقة والأقسام الخاصة. وزي عادة المهرجان إنه بيلف مهرجانات العالم كله علشان يقدر إنه يختار الأفلام اللي هتشارك في الدورة الجديدة بعناية جدا. والسنة دي في أكتر من فيلم شارك في مهرجانات عالمية وفاز كمان بجوائز عالمية زي فينيس وكان وبرلين ومهرجانات تانية كتير، زي فيلم أناتومي أوف فول اللي أخد جائزة السعفة الذهبية في كان، وفيلم دوغ مان اللي كان في المسابقة الرسمية في مهرجان فينيس. وكمان اتعرض الفيلم السوداني باي باي جوليا أو وداعا جوليا، وهو أول فيلم سوداني طويل بيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمخرج محمد كردفاني. بنعرض جود باي جوليا الفيلم السوداني اللي بدأ في الجونة كمشروع سيناريو لسه مشروع في التطوير، كذلك باي باي طبرية الفيلم الدوكيومنتري الفلسطيني الفرنسي لينا سوالم بدأ في الجونة كبروجكت ان ديفلوبمنت. ولأن الفن سلاح قوي قادر على التعبير وإنه يعكس حكايات وقصص مسكوت عنها أو ينقلها بشكل أوضح، إدارة المهرجان أضافت قسم خاص بالأفلام الفلسطينية ضمن فعاليات المهرجان بعنوان نافذة على السينما الفلسطينية، واللي اتعرض فيها 10 أفلام بيتكلموا عن فلسطين والقضية وكمان العنف اللي بيتعرض للفلسطينيين. وده كان أكبر دليل على قوة تعبير الفن عن قضايانا المهمة واللي بنستخدم فيها السينما عشان تعبر عنا وعن اللي جوانا. زي ما النجمة يسرا قالت في الافتتاح إن مفيش أداة أهم من الفن عشان نفكر الناس بإنسانيتهم. ال10 أفلام دول في منهم 7 أفلام شاركوا في المهرجان بالاتفاق مع المؤسسة الفلسطينية للأفلام، وكمان 3 أفلام فيلمين منهم شاركوا في مهرجانات، وفيلم المخرج مصري عالمي. فيلم زي باب الشمس اللي اتعرض في المهرجان بنسخة جديدة مرممة بعد 20 سنة من النسخة الأصلية، وهو فيلم من إخراج المخرج الكبير يسري نصر الله. كمان أفلام زي باي باي تيبيريا للينا سويلن واللي كان عرضه العربي الأول في مهرجان مراكش، وفيلم The Teacher أو الأستاذ لفرح نابلسي واللي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر. وده ما كانش بس الإسهام الوحيد اللي أظهر تضامن المهرجان مع القضية الفلسطينية، لأن كمان كان في عشاء خيري اتجمع فيه الفنانين إنهم يتجمعوا تبرعات لغزة وأهالي فلسطين، وده هيكون يوصل لهم من خلال الهلال الأحمر المصري في فلسطين. ده غير كمان معرض المدينة للفن التشكيلي اللي كان بيشارك فيه 45 فنان من 9 دول، واللي جزء من العائد المعرض ده برضو رايح لأهالينا في فلسطين برضو بواسطة الهلال الأحمر. في ظل الظروف السيئة اللي في المنطقة دي احنا لازم نوري ان احنا عندنا حضارة، وان عندنا اخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا السينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس، وشعب يستاهل كل خير. أما بالنسبة لباقي الفعاليات فالمهرجان ضم 14 حلقة نقاشية ومحاضرات وورش عمل ضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي اللي بيقام لأول مرة للربط بين صناع السينما الكبار والصناع الصاعدين، وبيربط كمان بين الصناع المحليين والعالميين. ومن الحلقات النقاشية المهمة كان فيه حلقة العرب في الخارج، إعادة رسم هوية الشرق عالميا، ودي اللي كانت بتتكلم عن الصورة النمطية اللي دايما الغرب بيصدروها للشرق، وكان من المشاركين فيها النجم المصري العالمي أمير المصري. وكمان كان في ندوة بعنوان صناعة الأفلام المؤثرة اللي كانت بتتكلم عن إن الأفعال أهم بكتير من الأقوال، وإن السينما سلاح قوي لدفع التغير الاجتماعي. وكان فيها عرض خاص لفيلم قصير بعنوان مطر. واستكمالا لدعم فلسطين كان في حلقة نقاشية بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني بعنوان السينما في الأزمات، نظرة على فلسطين. كان فيها حضور قوي جدا وشارك فيها المخرجة الفلسطينية فرح نابلسي. الندوة اتكلمت عن السينما وإنها سلاح من الأسلحة المهمة جدا في المقاومة.
ولأن المنصات بقت جزء كبير جدا من حياتنا، في ندوة اتعملت اسمها من الألف للياء، دي بتتكلم عن صناعة المحتوى للمنصات. شارك فيها المخرجة مريم مبعوف والكاتبة مريم نعوم، وأدارها المخرج كريم الشناوي. وكمان ندوة زي نظرة على الجيل القادم اللي كانت مهتمة بتسليط الضوء على المواهب الشابة، وندوة تحت عنوان أبعد من الخيال واللي كانت بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية وعلاقتهم ببعض، لأن الذكاء الاصطناعي هو دلوقتي قضية مهمة جدا في المجتمع. وندوة للمخرج مروان حامد الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي واللي اتكرم في الافتتاح. وكمان ندوة للممثل العالمي كريستوفر لامبرت اللي برضه اتكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي بس في الختام. وندوة للفنانة يسرا واللي أدارتها المخرجة مريان خوري. ميزة أي مهرجان في العالم بتاخدي وتدي مع الآخر. أنا ممارستي مع الأساتذة اللي أنا اشتغلت معاهم علمتني أنا حاجات كتير. من أسباب حبي الكبير للسينما وهو الفضول، إن أنا من خلال الأفلام بتطور كإنسان. تجربة صنع الفيلم بحد ذاته هي لو مش تجربة فيها إضافة ليا وفيها تعلم ليا، الواحد هيعملها بدون شغف حقيقي يعني. وفي إطار دعم المهرجان للشباب المهتمين واللي بيحبوا السينما، كان في مبادرة الجونة السينمائي للشباب أو سيني جونة إيميرج، اللي من خلالها دعا المهرجان حوالي 80 شاب وشابة من المهتمين بالسينما من محافظات مختلفة عشان يحضروا المهرجان والفعاليات. ده غير كمان ان كان في مجموعة من الافلام اللي اختارتها إدارة المهرجان عشان تتعرض في سينما زاوية في القاهرة، وده علشان توسع قاعدة المشاهدين وتوصل الافلام للشباب اللي حابين يتفرجوا بس مش عارفين يروحوا الجونة، وده كان من خلال عرض فيلمين يوميا خلال ايام الفعاليات. سعيد جدا ان الفيجن اللي احنا كنا كلنا كشركاء مؤسسين وإدارة مهرجان وفريق عمل بنفكر فيها من اول ما قلنا هنعمل المهرجان تاني بعد تأجيله السنة اللي فاتت، وهي ان احنا نوضح اهمية المهرجان ده للناس كلها. فكرة ان المهرجان يتلخص في سجادة حمراء وانترفيوز والناس مش عارفة كم حجم الشغل اللي بيحصل وكم الإفادة اللي الناس بتستفيد منها من صناع سينما ليونج انتربرينورز عايزين يعملوا أفلامهم، وهي دي فكرة إقامة مهرجان. ده اللي كان بالنسبة لنا مهم جدا، وحاولنا ان احنا نسهله للميديا والإعلام. فأعتقد ان الرسالة وصلت، وأوعدكم طول ما احنا موجودين هيبقى ده اللي بيحصل كل سنة. وده كان كلام عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان لما اتكلم في الختام وأكد على دور المهرجان السينمائي واهتمامه بنقل الفعاليات والندوات والاهتمام بالجانب ده أكتر من كل سنة، وده اللي حصل فعلا، خصوصا بعد إلغاء الريد كاربت كنوع من أنواع التضامن مع الظروف اللي بتمر بيها فلسطين، وده اداهم الفرصة انه يكون في تركيز أكبر على الجانب الفني والسينمائي. عشان كده هي دورة فعلا استثنائية وناجحة ومميزة رغم كل الظروف. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة وسقفة. وبعد ما سقفنا سقفة كبيرة لإدارة المهرجان على دورة قوية ومليانة فن، وبعد ما اتكلمنا عن أبرز الفعاليات فيها، كده تكون خلصت حلقة النهاردة من سيلفر توكس. كنت معاكم لجين أشرف، واشوفكم في حلقة جديدة.